غيابات الزمالك الرسمية عن مباراة سولار الجيبوتي في إياب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعدما أعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق عن قائمة الزمالك والتي ستخوض مباراة سولار الجيبوتي غدا السبت. جاءت قائمة غيابات الزمالك عن المباراة على النحو التالي: أولا، غياب محمود علاء على خلفية إيقافه اليوم من قبل جهاز الكرة في نادي الزمالك بصفة الكابتن عبد الواحد السيد بسبب ما قيل عن تجاوزاته خلال التدريبات الجماعية الأخيرة. ثانيا، يغيب عبد الله جمعة لعدم اكتمال جاهزيته الفنية، وهذا أمر أصبح معتاد في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى استبعاد عمرو السيسي لاعب خط وسط الزمالك والبنيني سامسون إيكينولا مهاجم الفريق لوجهة نظر فنية من جانب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو. كل التوفيق لنادي الزمالك خلال هذه المباراة.